اليوم نحتفل باليوم العالمي للغة الأم. نحتفل باللغة التي شكلت أفكارنا منذ الصغر، اللغة التي حملت صلواتنا وقصصنا وذكرياتنا. اللغة السريانية أكثر من لغة عادية، بل هي واحدة من أقدم اللغات الحية في العالم. لغة تكلم بها يسوع المسيح وكتبها الرهبان، وحافظ عليها الأجيال الذين رفضوا نسيان هويتهم. في حروفها حياة الإيمان والفلسفة، وفي أصواتها منازل، قرى، وقرون من التاريخ. رغم الحروب التي حاولت إسكاتها، والمنفى الذي حاول تشتيت حامليها، إلا أن السريانية ما زالت تتحدث على ألسنة الأطفال الذين يتعلمون حروفهم الأولى، في الترانيم التي يصدح صداها في الكنائس القديمة، في الكتب والفصول الدراسية، وفي القلوب التي تتذكر. حماية اللغة هي حماية للهوية، وتعليمها هو إعطاء الحياة للتاريخ. اليوم نكرم السريانية، ليس كلغة من الماضي، بل كصوت حي للمستقبل.